ده جواز سفر أختي الصغيرة اللي مولودة في إيطاليا، وأول مرة لازم نعمله في مصر، واللي اتكلف علينا أكتر من 26,000 جنيه. بعد كده لما استلمناه من القنصلية في ميلانو لقينا إن اسم الأب والجد غلط، بالرغم إن جواز سفر بابا وشهادة ميلاد أختي الإيطالية والمصرية موجودين قدام الموظف. فأنا بناشد وزارة الخارجية إنهم يحطوا موظفين بيعرفوا يكتبوا على الكمبيوتر، وكمان بقول لوزارة الخارجية إنهم يرخصوا تمن جواز السفر، لأن أول مرة بيكلف أكتر من 26,000 جنيه، أما لو تجديد أو بدل فاقد بيكلف أكتر من 37,000 جنيه، بالرغم إن تجديد جواز السفر الأمريكي أو الإيطالي ما بيعديش الأكتر من 5,000 جنيه. يرحموا المصريين علشان في فعلا ناس مش شغالة. واعملوا شير ولايك للفيديو علشان صوته يوصل لوزارة الخارجية.